5 رجال لم يتخرجوا من الكليات العسكرية، بعضهم ليس سوري الجنسية، قلة منهم في العلن، أما الباقي فيعمل في الخفاء. فمن هم رجال العسكر والأمن حول أحمد الشرع؟ يحيط أحمد الشرع نفسه ب5 رجال من حرسه القديم ومن مؤسسي جبهة النصرة. أولهم علني تعرفه الشاشات، وهو أنس خطاب، ذراع الشرع اليمنى وأقرب الرجال إليه، ويعود له الفضل في تشكيل البنية الأمنية لهيئة تحرير الشام وتنشيط قوتها الاستخباراتية، فعينه رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة السورية. الثاني قليل الظهور، لا يرد ذكره كثيراً في الأوساط السورية رغم تعيينه رئيساً لهيئة الأركان. إنه علي نور الدين النعسان، الذي كانت مهامه قبل سقوط دمشق كل ما يخص الملفات الهيكلية والتنظيمية لهيئة تحرير الشام. الثالث تركي الجنسية، واسمه عمر محمد جفتشي، المعروف بمختار التركي. أعطاه الجولاني رتبة عميد في الجيش السوري بعدما كان ضمن قيادات الصف الأول في الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام. الرابع وجهه مألوف للإعلام، وهو مرهف أبو قصرة، الذي قلده الشرع حالياً وزارة الدفاع بعدما قاد الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام أكثر من 5 سنوات. خامس رجال الشرع ليس من المعلن عنهم أيضاً، وهو محمد خير حسن شعيب أو أبو الخير تفتناز، وأعطاه الشرع رتبة عميد في الجيش السوري، وأبرز مهامه العمل على حل الفصائل ووضع تشكيلات جديدة. التاريخ سواء في سوريا أو غيرها يخبرنا بأن العمل في الظل لا يدوم طويلاً، وإظهار المخفي عن رجال الشرع أمر لا مفر منه. فهل نرى ظهور رجال الظل وقت الخلاف 11 أم وقت الاغتيالات؟